مساء الخير اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من الجورنالجي. هنبدا حلقتنا بالاطمئنان على استاد القاهره، وهتروح انظارنا هناك زي كل المصريين. الاهلي في النهائي في ماتش الذهاب مع الوداد المغربي. يعني خلينا نبدا من اتحاد الاهلي مع الزمالك. يعني جمهور الزمالك بدا يلتحم مع جمهور الاهلي. هنرحب بالناقد الرياضي الاول مينا يونان. اهلا بيك. اهلا بيك يا عم. ناقد رياضي زملكاوي. طبعا. وهناخد مكالمه من النائب محمد اسماعيل، رئيس مجلس اداره قناه الحدث وعضو مجلس النواب السابق. سياده النائب. طارق ازيك؟ اهلا بيك. برحب بيك وبضيفك وبمشاهدينك. انا عارف الناس كلها بتبص على الاهلي، ودي جرأة منك يعني في مباراه مهمه جدا، موجود يعني بتؤازر الاهلي وانت على الهواء مباشر. دي حاجه قويه جدا. احنا قلنا نبدا كده الحلقه وناخد البركه من احد كبار او اعمده مشجعي نادي الزمالك، النائب محمد اسماعيل. شايف الماتش ازاي؟ والله بص، اقول لحضرتك حاجه. انا يعني بقول لك على حته مهمه جدا. انا عضو في الجمعيه العموميه في نادي الزمالك، وطبعا اي سياسي لا يظهر انتمائه ان هو تابع اي نادي او بيشجع اي نادي، فدي حته مهمه جدا. ولكن انا كان في دعوه مهمه دعيتها لكل الجماهير المصريه باختلاف يعني انتماءاتها، لابد تكون موجوده في استاد القاهره عشان تمثل، يعني تؤازر ممثل الكره المصريه. بالفعل انا سامع من حضرتك ان يعني توافد الجماهير الزملكاويه مع الاهلاويه مع كل الجماهير المصريه، ودي رساله مهمه جدا يعني تعبر عن طبيعه الشعب المصري اللي هو معروف انه في لحمه طوال العمر، لان مش كلامنا احنا، ده كلام رسول رب العالمين، يعني في رباط الى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. على السلامه. هو احنا النهارده الاهلي بيلعب باسم مصر يا سياده النائب. يعني ده اللي احنا لازم كلنا واحنا على الشاشه نوجه التحيه الكبيره جدا للجمهور المصري اولا، والوزاره الداخليه اللي قدرت الكم الكبير ده. ودي رساله مهمه جدا ان احنا نقدر نعيد الجماهير للمدرجات، لان بالفعل يعني الاستعداد الموجود، التنظيم اللي في الاستاد، شركه استادات، لا شغل عالي جدا جدا. يعني تحيه لكل يعني وزاره الداخليه، يعني بدءا من وزير الداخليه نهايه بكل جندي، لان المشهد الرائع اللي موجود ليه استاد القاهره ده يعني يؤكد تماما الى يعني ان مصر قادره على استضافه كاس العالم، مصر قادره على تنظيم اعتى البطولات. نظام تذكرتي، نظام الشركه التذكرتي، النظام المحترم جدا، خلى النهارده ما فيش حد بيحجز تذكره ولا اتنين يديهم لحد. اي حد يستطيع النهارده يحجز تذكرته مكانه، وبالتالي نقدر يعني ننظم اي بطوله. ولكن هو مش جديد على مصر يعني التنظيم. هيحقق فوز مستريح لا يقل عن 2-0، وهياخد البطوله دي، والبطوله دي باذن الله تعالى من المغرب هنرجع بيها وتضاف على يعني بطوله من بطولات النادي الاهلي المفضله، وهي بطوله مصريه خالصه. يعني ان شاء الله تعالى جميعا نحتفل بيها. وانا دايما وابدا من المباريات القويه دي بحب الناس اللي انت النهارده موجود كاهلاوي جايب معاك ناقد زملكاوي عشان تتكلم عن النادي الاهلي ده. صحيح. لا للتعصب، كلنا مصريين. احنا قاصدين في الاعداد ان هم يعملوا لنا الفقره ميكس، الزمالك في ظهر الاهلي، والاهلي برضه لما الزمالك يبقى في نفس الموقف بينافس في اي بطوله عربيه او افريقيه او عالميه، برضه الاهلي هيبقى في ظهر الزمالك، لان في الاخر كلنا مصريين. طبعا اصل مش اي حد يقدم الرساله دي لما يكون في اعلامي متميز وراجل واعي وعارف يعني بلدنا محتاجه لحمه مهمه جدا في التوقيت ده. لازم ابدا نوصل رساله مهمه ورساله قويه جدا. فانا اظن الرساله اللي انت يعني حتى كنت بتقولها، انا كراجل اهلاوي معايا النهارده ناقد زملكاوي، والنائب محمد اسماعيل اللي كان داعم نادي الزمالك بقوه معايا على التليفون. ده رساله مهمه جدا لكل المصريين ان احنا لازم قلوبنا واحده لما يكون اي فريق مصري بيمثل الكره المصريه. ده حقيقي رساله مهمه جدا، رساله واعيه يعني لا تطلق الا من اعلامي ذكي جدا. شهاده على جبيننا يا سياده النائب من سياسي ومسؤول كبير. ان شاء الله باذن الله بعد الماتش نحتفل مع بعض كلنا بحسم البطوله من القاهره باذن الله، علشان واحنا في استاد محمد الخامس نلعب باريحيه باذن الله يا سياده النائب. ان شاء الله تعالى. وحصريا بقى فريق الاعداد يقول لك على هدف، وانت تطلع بتصريحاتك بدري ان شاء الله باذن الله. هتلاقي كل 10 دقائق هدف باذن الله، هدف احمر، ونفرح الجماهير المصريه كلها. بنشكر سعادتك سياده النائب، وبعد الماتش نفرح مع بعض كلنا. سياده النائب محمد اسماعيل كلكم عارفينه ان هو رئيس مجلس اداره القناه، والنائب السابق برلمان، والزملكاوي عضو النادي الزمالك اللي هو الفعال كمان، مش عضو جمعيه عموميه وخلاص. عموما بنرحب بالاستاذ مينا يونان الناقد الرياضي الزملكاوي برضه. انا حابب اقول لك حاجه في الاول. انا النهارده اهلاوي
دي انا النهارده اهلاوي. اهلاوي طبعا. انا الاهلي فاجئني. الاهلي احنا كنا قاعدين في الحته دي في نفس المكان، كنا قاعدين بنحسب له النقط ولازم يصعد ازاي. فاكر في المجموعات. في المجموعات. مظبوط. بصراحه الاهلي بتاع الحاجات الصعبه. وان شاء الاهلي الله يحسمها النهارده ان شاء الله. يعني قبل انا النهارده كازابلانكا ان شاء اهلاوي الله. طبعا، في حب مصر طبعا، اهلاويه وزملكاويه والله. وانا جاي عديت، انا ساكن في حدائق القبه في الحته بتاعت صلاح سالم، معدي منها الشباب الصغير 14 سنه و15 سنه، شكلهم يفرح القلب. الاعلام كلها مرفوعه. كلها تيجي نروح الاستاد نشوف يلا. مراسلنا استاذ سمير دسوقي، مراسلنا في استاد القاهره. استاذ سمير. استاذ طارق، مساء الخير عليك وعلى كل ضيوفك وعلى المتواجدين في الاستوديو، وان شاء الله ان شاء الله تبقى ليله حمراء للاهلي باذن الله. طمنا كده، قول لنا التشكيل كده، وقول لنا الاجواء خليني أقول والتنظيم لحضرتك بس والداخليه على الأجواء اعلى لأن- مستوى من التنظيم النهارده. هقول لحضرتك بس الاجواء دلوقتي، لان المباراه بدات بالفعل منذ 4 دقائق. الاجواء ممتازه جدا جدا للجماهير. الاستاد كله مكتظ على اخره بالجماهير، وان كان هناك من 3 ل 4000 متفرج مغربي جم من امس، الا ان منظر الجماهير يفرح جدا جدا، وده اللي احنا عايزينه. خليني اقول لحضرتك وللساده المشاهدين ايضا ان الوحيد او يمكن اللي نال ترحيب جامد من الجماهير هو مصطفى شوبير. مصطفى ابن الوز عوام. عشان يديله ثقه، لانه خد اكبر كميه من التحيه من كل الجماهير اللي موجوده في الملعب. مش بس هو، لا، كل لعيب باسمه وكل لعيب اتندى عليه. ويمكن اول ما بدات اول دقيقه في كوره خده مروان من احد اللاعبين في منتصف الملعب من المغرب، وقام الحكم بتحذيره في اول دقيقه، لانه واضح ان هم هيلعبوا جامد ضغط وهيلعبوا كده، لان الجماهير مش ساكته يمكن من الساعه 5 او من الساعه 4. وعايز اقول لك ان الجماهير كبير وصغير، ويمكن ضيوفك دلوقتي اللي هم معظمهم زملكاويه اثبتوا ان الاهلي بيلعب فعلا مش باسم مصر بس، لا، ده باسم العرب وافريقيا كمان النهارده، وان شاء الله نوفقه. وزي ما قلت لحضرتك ان كل 10 دقائق باذن الله هيجيب جون. لا، انا بقول لك ان اقل من 10 دقائق برضه، وده مش عشان حماسه الاستاد خدتك انت، ما هو يعني الحماسه وانت في الاستاد واخداك من الجمهور والتصفيق بتاع الجمهور، لان الوداد برضه فرقه عربيه، فرقه افريقيه، لكن في الاخير الاهلي هو الزعيم القاره السمراء، وهو زعيم العرب كمان. ان شاء الله يحسم النهارده. بتقول ان الاهلي هيكسب يا استاذ طارق باذن الله، وان شاء الله نبارك لمصر كلها باذن الله. اشكرك استاذ سمير دسوقي مراسلنا في الاستاد. المغرب مش جايه سهله برضه، الوداد مش جاي سهله. لا طبعا المغرب طول عمره بيعمل، والشمال الافريقي كله بيعمل مطوشه حلوه مع مصر طول عمره. بس خلي بالك، انا حتى لما بقول انا النهارده اهلاوي، انا بقول كده لان احنا لما بنروح بقوه. الاهلي والزمالك والاسماعيلي واخدين 16 بطوله بالمجموع بتاع الغلبه المصري، الغلبه المصري بيخافوا مننا. يعني لو الزمالك اللي هيتحط في الموقف دوت، هم هيخافوا برضو مننا، يقول لك ده فريق مصري، ده شمال افريقيا، بيخافوا مننا لما برضو. والامن انه يفتح الاستاد، دي حاجه تحسم طبعا. التنظيم على اعلى مستوى بالشكل ده، والتامين. طبعا نشكر وزير الداخليه طبعا. يعني حاجه مش جديده علينا، مش جديده، ولكن كان مطلوب ان احنا نبقى كلنا ورا النادي الاهلي، وكلنا موجودين في الاستاد علشان الجمهور. يعني ممكن يحسم الموقف من هنا، واتمنى ان الاهلي يحسم من هنا، لان هناك الماتش هيبقى صعب. برضه هنشوف نفس الاجواء، يعني هنشوف برضه في كازابلانكا محمد الخامس، استاد محمد الخامس. والمغاربه احنا شفنا عملوا ايه في كاس العالم. هنشوف نفس شداد يعني. هو المغرب فرقه تقيله، هو المغرب ما هو يعني كمنتخب وكفرق، لا مش هنينه. ده فرق قويه. بس الاهلي يعني انا يعني شايف الماتش النهارده ازاي، يعني ممكن فعلا الاهلي يحسمها من النهارده. عندي احساس ان الاهلي هيغلب 2-0. وبيرسي تاو هيكون نجم الماتش. بيرسي تاو اخر فتره لو تفتكر مستواه عمال يعلى وما حدش عارف يوقفه. متحرك بسرعه، متحرك وخفيف ولعيب وتحس ان هو كده يعني مش تقيل. يعني هو لعيب يعني في شبه من كهربا، بس هو اخف كمان. جاي لنا من اوروبا سخن الولد يعني، بس هو احنا يعني سويناه هنا، دوسنا عليه شويه، استوى شويه. وعلى فكره مع المدربين اللي قبل كده ما كانش ظاهر. يعني هو مارسيل كولر هو اللي طلع فيه الحاجات دي، طلع حاجات كتير، مش بيرستاو بس، طلع حاجات كتير، وهو مدرب كويس. مارسيل كولر مدرب فعلا عجبني. بيتعامل مع كل ماتش حسب اجواء الماتش ومتطلباته. ما بيحطش حاجه ثابته او نظريه ثابته للاهلي. ده حقيقه. وخلي بالك مستوى الاهلي من ماتش الترجي، ولما قلت لك ان هو عمل ماتش ولا في الاحلام بتاع 3-0. صحيح. كان ماتش ولا في الاحلام، كان ماتش فظيع جدا. انا قلت من ساعتها الاهلي كده خلاص فاق.
غيرنا بقى المقوله بتاعت يمشي على سطر ويسيب سطر. لا، الاهلي فايق. بس عجبني برضو كولر لما قال ان هو مش ماتش صقر ولا حاجه، ماتش هنتعامل معاه زي اي ماتش حسب اهميته. ما هو لازم هو بيعمل بقى بيهدي لعيبته من ناحيه الماتش عشان ما ياخدوش بانيك. واكيد النادي الاهلي يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني بيعرف ازاي يمانج الحته ديت، يعني بيعرف ازاي يعمل بريس على المنافس ان هو يغلطه يعني، او ان هو يرعب المنافسين بتوعه. هو عنده السرعه في كهربا وبرستاو متمثله فيهم، نقدر نعمل يعني. رغم الاهلي عانى من انا مش عارف هو كهربا ابتدى الماتش ولا لا، بس هو في اغلب المطوشه الكبيره في حاجه مارسيل كولر بيعملها، ان هو المطوشه الكبيره تملي ما بيبداش بكهربا، وانا مش عارف ليه. دي زي ما بيقولوا كل شيء ليه طريقه، هو ناجح في الاخر يعني. المجمل هو انسان. خلي بالك يعني احنا يعني اي فرقه غير الاهلي لما يتصدى عندها حراسه المرمى بالشكل ده، ونيجي ايا كان مع احترامنا لمصطفى شوبير الكامل طبعا، ولكن هو الحارس الثالث يطلع يبقى يلعب نهائي افريقيا قدام فرقه تقيله زي الوداد. على فكره كل الناس بتقول ان هو ولد كويس، مش عشان ابن الكابتن احمد شوبير طبعا، احنا مش هناخد طبعا يعني عشان والده او عشان حاجه زي كده، بس ممكن يكون عنده الموهبه هو حارس، هو اتجرب الراجل، وبعدين لعب اخر 3 ماتشات. لا حارس عالي المستوى كويس جدا، وانا متابع مصطفى شوبير يعني. انا اقصد يعني ايه، ان اي فرقه غير الاهلي تحط في الازمه دي هيبقى عندها ازمه بالفعل. اكيد طبعا. الاهلي بقى نرجع للمقوله، الاهلي بمن حضر، يعني موجود حارس تاني وموجود حارس تالت على نفس مستوى الحارس الاول الشناوي. دي فرق البطولات، المفروض ان انت عندك بدل الفرقه فرقتين وثلاثه. ما تطمنونا يا جماعه، الماتش ماشي ازاي؟ هجمه ولا حاجه؟ لسه 0-0. مين احسن؟ شكل الاهلي ايه؟ طيب هو الاهلي ماسك كوره، الاهلي ماسك كوره على الجناب ونص الملعب. طيب كهربا يعني ابتدى ولا كهربا بدأ معانا؟ ما بدأش زي ما انت قلت. زي ما انا قلت. زي ما انت قلت. هو في كل الماتشات الكبيره بيعمل كده، ما اعرفش ليه. يعني هو ليه وجهه نظر، وبينزل كهربا بيسجل وبيهدف وبيربك، والتحرك كهربا من غير كوره مهم جدا النهارده كمان. انا حاطط الامل في بيرسي تاو ان شاء الله، يعني هيعمل حاجه، عامل فرق مع الاهلي اخر 3-4 ماتشات. لا والشحات فايق قوي والدنيا فايقه، يعني ما عندناش. هي اللعيبه كلها كويسه بصراحه. انا بقول لك الاهلي كله فارق. الاهلي من ساعه ماتش الترجي وهو عامل حاله. انا ساعه ما خرج من المجموعات وازمه المجموعات، قبل الترجي كمان، بعد ما خرج من ازمه المجموعات والاهلي انطلق. من ساعه ما احنا بطلنا نقول الاهلي ما بيلعبش الصبح وبيلعب بعد الظهر، اصل الكلام دوت انت لما تسمعوني انا ههبط. ما انت لما تقول لي انت بتلعب، انت لعيب كوره، انت بتاخد فلوس، انت لعيب محترف. ما في انجلترا بيلعبوا الساعه 3 وبيلعبوا الساعه 9، بيلعبوا في الجليد وفي البطر وفي الحر بيبقى المطر بره يلعب وبيجي انت لعيب بروفيشنال، انت المفروض بتاخد فلوس مقابل دوت، ده شغلك تأديه على اكمل وجه. ده كهربا بدأ على فكره. كهربا بدأ؟ بلغوني كهربا في الملعب بدأ. طب كويس. طيب عموما ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب، وانا برضو متوقع 2-0 ان شاء الله 2-0، ومتوقع 2-0 حاجه للشحات وحاجه لبيرستاو ان شاء الله. انا كاتب ده على صفحتي، وان شاء الله يبقى النتيجه 2-0، نتيجه الى حد كبير جدا مرضيه تطمئنك وانت رايح كازابلانكا. استاد محمد الخامس خلي بالك استاد مرعب لا يقل رعب عن استاد القاهره، خلي بالك. والمغاربه بالنسبه لهم عاملين زي حالاتنا كده، الكوره بيشربوا كوره وبياكلوا كوره زينا بالظبط. الكوره بالنسبه لنا حياه. بيشربوا وياكلوا كوره، وخلي بالك يعني انت قدام حامل اللقب، اوعى تنسى دي. اكيد طبعا. طيب عقبال ما يجي لنا الاحداث والاهلي يكون جاب جون ويفرحنا واحنا قاعدين، الالعاب الفرديه في مصر، يعني هننقل من الكوره سن الالعاب الفرديه في مصر وتقريبا في العالم العربي كله، العاب بيسموها العاب الفقراء. يعني لا يعني العاب مش مصروف عليها، ما فيش اهتمام بيها قوي، علما بان هي اللي بتحقق ميداليات وبتحقق بطولات وبترفع علم مصر في ولا واخده ماركتنج ولا واخده فلوس. تحس ان هم اللي معظم اللي بيلعبوها كهوايه، ولكن يعني بياخدوا بطولات، ولا واخدين شو ولا واخدين اي حاجه. ان هم يعني المفروض الناس ديت فعلا احنا مصر بتاخد ميداليات كتيره قوي في الالعاب الفرديه، بس احنا ما فيش حد بيصرف عليها. طيب ايمانا بمبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان يعني يتم الاهتمام بالالعاب الفرديه، وبرضه يتم رفع المكافآت الفوز في بطولات العالم للفائز بطل عالم وفائز بطل اولمبي، لتوجيه الرياضه المصريه للاهتمام بهؤلاء. في مبادره حلوه قوي، تعال نسمعها مع بعض من الدكتور ولاء مرسي المتحدث الرسمي لاتحاد المصريين واوروبا، مبادره تحت اسم بنحب مصر بجد.
دكتور ولاء اهلا بيك. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ بنحب مصر بجد. طبعا بنحب مصر بجد. حلو قوي الاسم وحلو قوي المبادره. الله يخليك يا فندم. معانا الناقد الرياضي الاستاذ مينا يونان، بس انا ما حبيتش استرسل في المعلومات اللي واخدينها منك. خلي حضرتك انت اللي تروي الموضوع، لان الفكره حلوه والمبادره حلوه والقائمين عليها والسبورت بتاعهم كشركه انترناشونال في ظهركم. احب اسمع منك ونسمع المشاهدين الفكره ازاي. تمام. احنا بعد ما سمعنا مبادره السيد الرئيس ان هو بيهتم بالرياضه والالعاب الفرديه بعد هروب هذا اللاعب المصري من تونس وراح المغرب وراح فرنسا، احنا قلنا كاتحاد المصريين في اوروبا لابد عمل شيء ايجابي. ما نقعدش نصدر طاقه سلبيه، الناس بتهرب لاسباب ايه والكلام ده. لازم نعمل عمل ايجابي عشان نحتوي اولادنا داخل مصر هنا ويلعبوا تحت علم مصر ويشرفونا في الخارج. فمبادره الاتحاد انا عايز اوضح لك حاجه بس يا زراء. هو طبعا انطلقت المبادره او الفكره من هذا الحدث، ولكن الدوله المصريه استقبلت والد اللاعب، والرئيس عمل مبادره لاستقبال اللاعب، وفعلا لعب اللاعب في طريقه للعوده يعني. تمام. احنا برضك ما بنتكلمش النهارده، المبادره ما بتتكلمش على اللاعب، احنا بنتكلم على ازاي في المستقبل ما يبقاش في حاجه زي كده تاني. نحاول ندي حقوق يعني انت عايز تقول لي ان الفكره جت من هنا يعني؟ ايوه جت من هنا، ان الالعاب الفرديه لعبه مش زي العاب كره القدم بتاخد حقها كامل، ولكن محتاجه دعم معنوي ودعم مادي، الاثنين مع بعض. فالنهارده بصفتنا اتحاد المصريين في اوروبا وعايشين في اوروبا وعارفين ازاي الالعاب الفرديه بتاخد حقوقها في الخارج، احنا قلنا لازم نشأ شركه للاستثمار الرياضي داخل مصر هنا، ونبدا ندعم هذه الالعاب الفرديه زيها زي اي لعبه موجوده داخل مصر هنا، ونعمل لهم معايشه داخل انديه خارج مصر زي في اوروبا زي في اسبانيا. وبالفعل جبنا نادي من بعض الانديه في اسبانيا وجم معانا المبادره وحضروا معانا المؤتمر واتكلموا ودعوا بعض اللعيبه المتفوقه داخل لعبه. هو نشاط خدمي يعني. الشركه اللي هي السبونسر للمشروع او للمبادره، احنا عارضين صور المؤتمر على الشاشه للناس عشان يبقوا معانا بس. تمام. بس خليني اقول لك بنحب مصر بجد. اوضح نقطه لسيادتك. اتفضل. الرياضه تعتبر دخل قومي لاي دوله في العالم. دخل قوي. دخل بتعمل دخل. ده اللي انا كنت اسالك فيه، هل هي مبادره خدميه ولا استثمار رياضي؟ استثمار رياضي وخدميه، كل شيء تخدم الرياضه، لان النهارده عندنا قوه بشريه، القوه البشريه دي لابد من استثمارها. زي تحويلات المصريين في الخارج بيحولوا لدولتهم 62 مليار. بتروح تشوف بلد زي البرازيل بتعتمد على الرياضه بتدخل لها 140 مليار دولار سنويا. فاحنا ليه ما نهتمش بالاشبال بتاعتنا دي ونوصلها للعالميه وتقدر تبقى الاستثمار فيها حاجه كويسه جدا هيعود عليهم بالنفع زي كره القدم كده بيقبضوا بالملايين. برضك الالعاب الفرديه مش واخده حقها، لابد هي اخرى تصل للعالميه ويبقى ليها دخل محترم زي اي لعبه موجوده جماعيه او بعض الالعاب الفرديه اللي برضك اللي بتحصل على حقوقها داخل وخارج الوطن، ويبقى ليهم فرص استثماريه خارج الدوله. هو فكر خارج الصندوق. هو الفكره نفسها خارج الصندوق جديده. احنا طول عمر الالعاب الفرديه العاب مهمله ومظلومه في مصر، علما بان هم الابطال الحقيقيين اللي رفعوا علم مصر وخدوا جوائز وخدوا ميداليات في كل الاحتفالات الرياضيه اللي شاركوا فيها. خلينا نشكر حضرتك الاستاذ ولاء مرسي المتحدث الرسمي لاتحاد المصريين في اوروبا، الاستاذ دكتور. وهرد عليك بس في فقره صغيره ونشوف بغدوده فيديو صغير كده مش هنثقل عليكم على مدار دقيقه كده. نشوف الراجل بيشكر الحكومه والدوله المصريه ويشكر الرئيس على ان استقطبوا ولادنا. يعني حصل خلل، تدخلت الدوله المصريه، تدخل الرئيس المصري، تعالى يا براعم يا مصريه، تعالوا يا مواهب يا مصريه، بلادكم اولى بيكم. الفيديو جاهز يا جماعه نعرضه؟ يلا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع الاستاذ مينا يونان والاهلي والوداد. السلام عليكم، انا اسمي احمد فؤاد بغدوده، لاعب منتخب مصر المصارعه. اتوجه بالشكر والتقدير والاحترام
بسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم. أحب أشكر حضرتك يا ريس على الدعوة دي الأكاديمية بجد. أنا أول ما عرفت إن حضرتك بعتلي الدعوة دي كنت مبسوط جدا والله، وبحب أشكر حضرتك، وأنا مش هارب والله ولا حاجة. أنا بحب مصر وأنا اتولدت فيها وهموت فيها، ومصر مليانة مواهب كتير زي أحمد بغدودة، بس عاوزين الدعم وحسن التعامل مع اللعيبة. بحب أشكر الشعب المصري العظيم على دعمه ليه بجد. بنشكر الرئيس وبنشكر الدولة المصرية وبنشكر الشعب المصري العظيم. ده بغدودة اللي الدنيا قامت وقعدت عليه، والجماعة المأجورين اللي انتوا عارفينهم، الحظائر الإعلامية والمنصات فضلوا يتكلموا عليه. الولد لو حصل أي خطأ تحت أي مسمى، لا الولد في أحضاننا وفي أحضان بلده مصر، ويلعب باسم مصر إن شاء الله، وتتغير المنظومة. يمكن هو كان اللي لفت النظر مثلا، وبدأت المنظومة تتغير للألعاب الفردية، وإن شاء الله هتشوفوا أبطال دوليين، ابطال عالميين، ابطال اولمبيين مصريين. رغم ان احنا عندنا ده، هنشوف بكثره ان شاء الله الفتره الجايه. الماتش لغايه دلوقتي الاهلي نتيجه 0-0 دلوقتي ان شاء الله 2-0 للاهلي. برضه مصر 2-0 ان شاء الله. لا هنعدي ال 2-0. قول لي يعني احنا محتاجين على الاقل هدف في الشوط الاول، يعني على الاقل المفروض. والاهلي ما حدش يتوقعه، الاهلي بلس 90 يعني، الاهلي ممكن يجيب جونين بعد الدقيقه 90. ما ده الاهلي الشياطين الحمر يعني. هو طبعا الاهلي بالزي الاحمر، والوداد زي ما انتم شايفينه بالزي الاسود. الزي الاحمر يا جماعه بالنسبه للعالم الكروي مرعب. الرعب جاي منين؟ من اللي بيرتديه النادي الاهلي. استاد القاهره يا جماعه ده اقصى كل فرق لعبت فيه. انا اتذكر صامويل ايتو هو كابتن الكاميرون وهو بيقول لعبونا في اي حته، اي حته الا استاد القاهره. يعني بكي يجي يلعب هنا اي مكان الا استاد القاهره. وبابا ديوف وكمان بتاع كوت ديفوار كان اسمه ايه؟ دروجبا. ديدي دروجبا قال كده، فاكر قال لك احنا بنحس بالرعب، في زلزال في الاستاد لما القاها بتطلع من. احنا كمصر اسياد القاره في الكوره. الاهلي حاصر اللعب في نص ملعب الوداد الفتره اللي فاتت وضاغط، والوداد مش قادر يعدي خط النص. هو الاهلي ان شاء الله هيعمل نتيجه كويسه. وكهربا انفرد مرتين، يعني هجمتين صراح كهربا ضيعهم، ده ضغط. يعني ان شاء الله باذن الله يثمر عن جون واثنين كمان في الشوط الاول. بس نشوف اخبار نادي الزمالك. عندي حاجه كده صغيره. اتفضل. طبعا ما الزمالك اهلي، ما احنا اتفقنا. لا انا بتكلم في نقطه ثانيه. انا بتكلم اني رساله للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. يا ريت حضرتك من تملك الحته اللي تقدر تمانج الموقف اللي فيه المزري اللي فيه نادي الزمالك، ولا احنا عارفين في رئيس ولا ما فيهوش رئيس. مجلس الاداره دوت اتفك 3 مرات في خلال السنه، او في خلال سنه ونص اتفك 3 مرات. يا فندم حضرتك تقدر تتدخل. حضرتك لما النادي الاهلي حصل له مشكله، حضرتك تدخلت ورحت للكابتن محمود الخطيب في منزله. بعد اذن حضرتك اتدخل لنادي الزمالك. جمهور النادي الزمالك ملوش اي ذنب في اللي بيحصل. هو مش فارق معاه مين الاداره اللي تمسك، اللي بيفرق معاه اعضاء الجمعيه العموميه. بس الجماهير بالنسبه لها عايزه تشوف نادي الزمالك احسن نادي. يعني عايز اقول لك ان الزمالك طبعا هو القطب الثاني في الكره المصريه والعربيه كمان. طبعا احنا بنأيد كلام الاستاذ مينا يونان. طبعا نادي الزمالك قيمه كبيره عربيه وافريقيه، وطبعا هامه مصريه في الرياضه المصريه. ان شاء الله باذن الله نشوف نادي الزمالك في موقف الاهلي دلوقتي السنه الجايه يكون بيلعب النهائي مع الاهلي برضه في ابطال افريقيا. نشوف الاهلي الزمالك هو الاهلي في النديه في الدوري العام، نشوفه في النديه في كاس مصر، نشوفه. يعني الزمالك فعلا عايز نظره. لو مجلس الاداره زي ما الاستاذ مينا قال، لو الموضوع محتاج دعم مالي، يتوفر الدعم المالي ده منين ما نعرفش. المهم نادي الزمالك ما ينفعش يفضل في المكان اللي هو فيه تحت اي مسمى، لان نادي الزمالك يا جماعه احنا بنتكلم عن تاريخ، عن 100 سنه نادي الزمالك القاسم الوحيد، مش عايز اقول برضو عشان في الاسماعيلي ولكن القاسم الاكبر النادي الاهلي موجود. لما نيجي المنتخب مصر هتبص تلاقي يعني بيلبسوا فانلة واحده، فانلة منتخب مصر، النص هنا والنص هنا على عنصرين او 3 من باقي الفرق المصريه. فما ينفعش نسيب نادي الزمالك كده ونبص له بصه. هنطلع للاذان فاصل ونرجع معاكم، يكون ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي سجل جون. بنشكر استاذ مينا يونان الناقد الصحفي الزملكاوي اللي جاي يدعم الاهلي. نطلع فاصل الاذان ونرجع معاكم لبقيه فقراتنا.